بوناسير توتي بونسوار توس، مساء عليكم حبيبكم في قناتكم ارتيست تي في. اليوم عندنا موضوع بالغ الاهميه، الا وهو موضوع ديال ديال زواج السلطه بالمال. عندنا هاد رؤساء الحكومات اللي تعاقبوا علينا من بعد الدستور ديال 2011، بما فيهم بن كيران او العثماني او اخنوش. بغض النظر على في الاول فاش كان عندنا وزراء الاولون بحال عباس الفاسي، بحال اليوسفي، بحال كريم العمراني وهلم جرا. هنا بغيت نقول بان اليوم عندنا عرس اسطوري، واحد العرس اللي فيه عريس اللي عنده الزواج الثاني هو السيد عزيز اخنوش. مرحبا بكم معنا في العرس ديال عزيز اخنوش. وبنت الرادية والمعارضة حاجة أخرى. الموضة جديدة المعارضة بالميدة، الموضة جديدة المعارضة بالميدة، الموضة جديدة المعارضة بالميدة، الموضة جديدة المعارضة بالميدة، نسيت الماضي نعت الأراضي، الشعب راه حاضي نسيت الماضي نعت الأراضي، الشعب راه حاضي مسكينة يا لالا، مسكينة بالمسولة، مسكينة يا لالا، مسكينة بحق الغولة، مسكينة يا لالا، مسكينة بالمسولة، مسكينة يا لالا، مسكينة بحق. هنا كنقول بان هذه الحكومه هذه راس المال غير هضره، جاو بلا برنامج، جاو بلا اهداف، وتيهونا معاهم في هذا المشكل ديال المحروقات، الزياده في الاسعار، الثمن ديال الخضر ارتفع. لان فاش تقنتوا نتوما المغاربه كنحملكم المسؤوليه لما تقتوا وصوتوا على هاد الاحزاب هادو، دابا الثلاثه اللي كاينين على راس الاحزاب، بما فيهم حزب الميزان وحزب الحمامه وحزب الجرار اللي جر معاه كل شيء، وحنا غاديين مجرورين في هذا الامر هذا. تقنا وتقتوا في حزب اللي عنده 12 دقيقه في العمر ديالو، حزب كوكوت مينوت هو اللي غادي يصير ويدبر هذا الشأن العام. تقتوا في الحمامه، والحمامه طرتوا علات وقفات فوق عود راشي، كاع اللي في شي مسؤوليه تخاطفوا وعلى الفلوس خطفات، الا اللي ما قد علاش. وعندنا حتى الميزان، عندنا الرمز ديال الميزان في شخص نزار البركه. فين العداله؟ فين المساواه؟ فين تكافؤ الفرص؟ هادو واحد الرموز لا علاقه لها مع المرحله. هنا كنقول بان هاد الوزراء اللي شبعانين هضره، بما فيهم بن كيران اللي دا 7 ديال المليون من جيوب المغاربه المثقوبه، هاد التاجر اللي كيتاجر في المحروقات، واللي واحد الفضيحه كبرى انهم كيجيبوا المحروقات من روسيا بواحد الثمن بخس، وكيزوروا الاوراق وكيزوروا الثمن والسعر ديال المحروقات باش يزيدوا على المغاربه المقهورين. هنا غادي تخليكم معنا نشوفوا هذا العرس الاسطوري والزواج ديال السي عزيز اخنوش. بارك الله عليك لالا، هالمسلالة هالإدارة هالغدارة، هبدا تكون زيادة بنجارة، هبدا تكون زيادة بنجارة، هالمسلالة هالإدارة هالغدارة، ما حد غير ولينا شطارة، ما حد غير ولينا شطارة. المسؤولية ها هي زيد التحية، ها هي الميزانية، ها هي كل مصروفة دالية. أزيدوا الضيوف الأجانب، عاود دخلات عاود ثاني، أزيد يا اليونس ديزو. الجهوية ها هي صدقوا الهدية، ها هي بيعة وشرية بالجدية. ضغط ليلي
هي مرهونة في البنك الدولي مرهونة ها هي مرهونة في دين الدك مرهونة ها هي مرهونة في تلبس ناسها مرهونة ها هي مرهونة في الهروة مرهونة لحكم كالدور فيها كالدور الحكومة كالدور فيها كالدور لحكم كالدور كالدور لحكم كالدور كالدور الحكومة كالدور بلاد رجع النور لحكم كالدور بلاد رجع النور إياه 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 والله مرضي حتى ناخد حقي والله مرضي حتى ناخد حقي والله مرضى حتى ونقطع والله مرضى حتى ونقطع والله ما نرخص حتى يتحمس والله ما نرخص حتى يتحمس لا 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 هنا عندنا موضوع شائك ديال واحد الوزير اللي كيتعامل ديما بواحد الشكل تهجمي، الا وهو السيد عبد اللطيف وهبي، اللي كان كيقول لنا في وقت من الاوقات وعندكم اياكم انتم اياكم تثقوا بكلام الوزاره. كلام الوزاره هو كلام الليل يمحوه النهار، هما كلام النهار يمحوه الليل. اياكم انتم اياكم بحال واحد الوزير سابق اللي كان كياكل اللي في البحر واللي في البر واللي في الجو، اللي هو ادريس البصري، اللي حكم 25 سنه بالنار والحديد، وفي الاخر مشى لفرنسا وباعنا للجزائر ورد الصحراء غربيه. المخرج ديالنا يعطينا الفيديو. بعد الجدل هناك من يرى إذا فشل السيد إدريس البصري في إيجاد حل لمشكلة الصحراء خلال 25 سنة في السلطة، كيف يجدها الآن وهو في منفاه الاختيار في باريس؟ أولا أنا لا أطالب أو لا أريد أن أكون الرجل الذي يجد حل. قضية الصحراء الغربية أقولها وأكررها، الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. أقروا بمطالبة من المغرب ومن جلالة الملك الحسن الثاني موحد المملكة المغربية. المغرب والحسن الثاني رحمه الله هم الذين طلبوا بإجراء استفتائي في الصحراء الغربية. يمكن بعض المغاربة يؤخذون عليك حينما تقول في جملة واحدة الصحراء الغربية والحسن الثاني موحد المغرب، كيف يجتمع الاثنان؟ يجتمع الاثنان لأن الصحراء الغربية اسم دولي واسم جغرافي. السيد لما اقول ما تثقوش في كلام الوزاره، ما تثقوش في كلام المسؤولين، حنا عندنا واحد العيد كنحتفلوا به جميعا، الا وهو ثوره الملكه والشعب. خليونا منا الملك، ما بغيناش هذه المؤسسات، ما بغينا وزاره. هذه المؤسسات ما كيديروا والو، هذه الوزاره ما كيديروا والو. كاينه ثوره الملك والشعب، خليونا غير حنا مع الملك. الملك كيحب الشعب ديالو والشعب كيحب الملك ديالو. هذه الوزاره غير كيديروا فلوس هكاك باطل باطله. هذه الوزاره غير كيتغناو من فلوس الشعب المقهور. هذه الوزاره غير تتغناو من جيوب المغاربه المثقوبه. بلاد ما لقاش اصاحبي بصله وما لقاش مطيشه وما لقاش بطاطا، وانت كتقول له با عنده الفلوس كيقري ولده في كندا، عنده جوج ديال الاجازات. واش ما بقاوش فيكم هاد الممتحنين في ديال مهنه المحاماه هكا كيعتصموا مضربين على الطعام؟ شنو الوزاره هذه؟ الوزاره كتبان لي غادي بين الهاويه. هادشي كله اللي بنيناه في 12 القرن ديال تاسيس الدوله المغربيه، هو مشى دابا مع احزاب عاد خلقت البارح. نشوفوا شنو كيقول السي وهبي. إذا ما جينا الأولين أنا لن أكون وزيرا. أنا أؤمن بأن الأمين العام يرجع الحزب، احترام المؤسسات، احترام الناس. السيد الأمين العام صرحت مرتين أنه إما أن يقود حزبك الحكومة وتكون أنت الرئيس ديالها المفترض، أو لا يمكن أنك تكون وزير في هذه الحكومة، لا تقبل أن يرأسك أي أمين عام آخر لحزب آخر. شوية ديال التواضع أستاذ لطيف. أنا متواضع. أنا ماشي لأنني عبد اللطيف وهبي، أنا أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ولذلك لن أقبل أن يترأسني أمين عام آخر.
عودها. ولذلك لن أقبل أن يترأسني أمين عام آخر، لأنني أمين عام حزب عتيد وكبير، ما يمكنش نقبل حزب آخر يترأسني، ولكن يترأس الناس ديال الحزب غيكونوا في الحكومة، ماشي لأنني أنا عندي ذاتية منتفخة، لأن حزبي عنده مستوى معين وعنده دور كبير وسجل حضور كبير، فاحتراما له غادي يبقى كأمين عام قبل الحزب ديالي. أنا أول ما نصلحش نكون وزير. عودها. هنا كنقول بان واحد الوزراء اللي الله يكون في عوننا معاهم كيبقى يهضروا بزاف والعمل لا شيء، وشي برلماني كيتخلصوا من فلوس المغاربه ما كيعرفوش يركبوا حتى جمله مفيده وداخل البرلمان باش يهضروا يعاودوا على حال الشعب. هذا هو المشكل، وهذه هي الطامه الكبرى اللي كيتخبط فيها دابا المجتمع مع واحد الحكومه ديال حربش، واحد الحكومه ديال هشا كشا مشا قشا. حكومة جشة عشة هشة بشة، لا نريد حكومة كشة مشة نشة. شكرا سيد الرئيس. واحد البرلمانيه ديال السيد الوزير المحترم ما عرفت فين قرات، ما عرفت شكون اللي قراها، والله يرحم اللي رباها. سيد الوزير المحترمين، نسأل سيد الوزير المحترم عن استراتيجية الكافلة المهم بغيت نسول الوزير على سهولة اللي غيكونوا لهاد المستثمرين من العالم مغاربة العالم، وشكون هما السؤالات اللي كيكونوا باش نعاونوا التسئيلات اللي كيكونوا باش نعاونوا هاد الناس المستثمرين على برا. السيد الوزير تا هو كلنا انا وليت وزير السعاده، ولكن هذه مشاكل سنتعاملوا معها بشجاعه. الله عليكم، تبارك الله عليك. لا زيد السي، اجلس السي التعليم، جلس دخل. زيد الخصاصه، دخلي جلسي حتى التعليم. تبارك الله على الاداره، تبارك الله على لا حكومه، تبارك الله على لا حكومه المسراره المحكومه.